اغلبنا لما بنيجي نتفرج على افلام بيبقى علشان نستمتع او نضحك او حتى نضيع وقتنا بس، وبعد ما بتخلص الفيلم حرفيا بتحس انك ما استفدتش اي حاجة. الافلام ديت هي حاجة بس بتديك دوبامين مؤقت وفي الاخر بتختفي ملهاش اي لازمة. يعني فهمني كده، ايه المفيد لما تقعد ساعتين تتفرج على اتنين بيضربوا في بعض؟ للاسف الشديد مش هتأثر فيك باي حاجة، ولكن انا جاي انقذك هنا واكلمك عن فيلم هيغير حياتك حرفيا وهيعلمك كده دروس مهمة جدا جدا، وهو فيلم Life is Beautiful. واحد من اكتر الافلام اللي هتلعب في نفسيتك واللي هيجاوبك على سؤال ازاي تبقى مبسوط وسعيد في حياتك حتى لو كل حاجة ضدك. واحد من افلامي المفضلة اللي بحبها جدا جدا، من بطولة الممثل العبقري روبرتو بينيني، واللي بسبب ادائه في الفيلم دوت كسب الاوسكار لاول مرة في حياته. ده غير جايزتين اوسكار كسبهم الفيلم. فصحصح كده معايا واجري بسرعة روح هات حاجة تاكلها علشان هنشرح ونحلل احداث الفيلم، وطبعا هنتكلم على الدروس المهمة اللي في الفيلم في اخر الفيديو. فيلا بينا نبدأ. انا محتاج دلوقتي اديك خلفية عن الفيلم والاحداث بتدور في اي مرحلة علشان تستوعب وتفهم الاحداث. مش هسيبك ما تخافش. الاحداث بتدور في وقت الحرب العالمية التانية. النازيين ساعتها كانوا بيستحقروا اليهوديين بطريقة مجنونة. ليه بقى؟ لان النازيين شايفين انهم السبب الاكبر لخسارتهم الحرب، فبيقرروا يعملوا معسكرات ابادة لليهود ويستغلوهم فيها. يا رب اليوتيوب بس ما يعمل حاجة للفيديو، انا بشرح للناس بس والله. فالمرحلة ديت اللي بحكيها اسمها الهولوكوست. يا رب اكون نطقتها صح. بيحكي الفيلم من وجهة نظر يهودي اللي هو بطلنا، وان ازاي بطلنا هيعرف يعيش هو وابنه في الظروف ديت. وبيعلمك برضو الفيلم المسؤولية، زي ما هنشوف مسؤولية بطلنا على الحفاظ على ابنه. فيلا بينا نبدأ في احداث الفيلم. بنبدأ بالعربية ديت وهي جواها اليهوديين وهم رايحين لمعسكرات الإبادة، واللي بيكون جواها بطلنا واللي بيكون اسمه في الفيلم غويدو وابنه اللي اسمه أورفس. فبيبدأ ابنه يسأله احنا رايحين فين بالعربية ديت، فبيبدأ بطلنا يتوتر كده، وده طبيعي لأنه لو قال لابنه إنهم رايحين لمعسكرات الإبادة حرفيا ابنه هينهار نفسيا وجسديا وممكن يموت من كتر التوتر اللي عليه. ده طفل صغير يا جماعة. فبيبدأ بطلنا هنا يتهرب من السؤال ويقول له اننا رايحين وبعدين نرجع في كلامه ويلحق نفسه بالكلام قدام ابنه بان بيقول له ان امك قالت لي خليها مفاجأة ليك، ويحاول بقى يغير الموضوع بانه يفضل يضحك زي المجنون. وابنه بيضحك بس بيشك ان في حاجة غلط. حرفيا بطلنا بيقول اي كلام علشان نفسية ابنه. عايزك تشوف بس هنا ردة فعل الناس على كلامه، وده حرفيا الحل الوحيد علشان يحافظ على نفسية ابنه. وهننتقل بقى وهم هيركبوا القطر ورايحين للمعسكر. فبتعرف زوجة بطلنا دورة انهم خلاص جوه القطر ورايحين للمعسكر خلاص بعد ما سألت الجندي دوت. فبتعمل حركة ممتازة الصراحة ولازم انت تتعلم منها. فبتقرر انها تركب مع عيلتها. وخد الصدمة بقى انها مش مجبورة على ده لانها مش يهودية اصلا. فيعني حركة اسطورية الصراحة، وبتعلمك ازاي تضحي بنفسك علشان بس اللي بتحبهم. ودي من الدروس المهمة اللي بيحاول الفيلم يوريها لك. فبتركب دور القطر في وسط صدمة من بطلنا. بعد ما بيوصلوا للمعسكر بيحس بطلنا الاحباط على وش ابنه، فبيعمل حركة ذكية انه يرتجي الفكرة علشان يقولها لابنه ويطلع التوتر والخوف اللي فيه. ايه بقى الفكرة ديت؟ انه بيفهم ابنه ان احنا كلنا جوه لعبة والمكان كله منظم، وبيقول له كمان ان الجنود هنا بيدولنا الجدول بتاع اللعبة، واي حد بيعمل حاجة غلط هنا بيروح لبيته على طول، بس اللي هيسمع الكلام هياخد جايزة كبيرة جدا. فابنه بيسأله ايه الجايزة ديت، فبطلنا بيتلجلج كده ويقول له ان الجائزة دبابة كبيرة. طبعا كل الكلام ده كذب. بطلنا ارتجل الفكرة دي بس علشان يحافظ على نفسية ابنه، ودي كانت فكرة كويسة جدا جدا علشان تحسس ابنه بالأمان. ورمزية الدبابة اللي في آخر اللعبة دي من الأسباب الرئيسية اللي هتخلي الطفل صامت علشان هيلاقي حاجة هيحارب ويصبر عشانها. تخيل كده معايا إن مفيش هدف هيحارب عشانه الطفل، حرفيا الطفل هيفقد الشغف من الأول أصلا. فمن الآخر كده دي حركة ممتازة جدا جدا من بطلنا. بس للأسف مش كل حاجة بتكمل علشان لما بيدخلوا جوه بينصدموا حرفيا. المكان كان سيء جدا بس بطلنا حاول ما بينش انه مصدوم قدام ابنه. فلما بيتقدموا يقعدوا فبيلاحظ بطلنا الحزن على ابنه وبيسأله مالك، فبيقول له الابن انا عاوز ارجع لماما. فبيرد بطلنا لما تخلص اللعبة هتشوفها. فبنشوف الطفل بيشتكي من الصوت العالي اللي بيصدره الناس، فبيقول له كله بيزعق علشان كله عاوز الدبابة. فبنشوف بطلنا هنا انه بيجاوب على كل اسئلة ابنه بارتجال ويحاول يبين له انه ما بيكدبش ويقنعه ان دي لعبة بجد. بس للأسف مش بيقتنع الولد. دي حاجة طبيعية الصراحة. لو أنا أو أنت مكان الطفل دوت مستحيل نقتنع. كلام مش منطقي الصراحة لحد ما بيدخل الجند دوت. فركز معايا جدا جدا لأن المشهد ده من أعظم المشاهد اللي في الفيلم كله. الجند هنا كان عاوز حد بيعرف يتكلم ألماني من كل الموجودين،
علشان يديلهم تعليمات المعسكر، فبيرفع بطلنا ايده. والصدمة هنا انه مش بيعرف يتكلم الماني اصلا. طيب ايه السبب اللي خلى بطلنا يتقدم وهو مش بيعرف يتكلم الماني اصلا؟ السبب ان بطلنا كان عاوز يقنع ابنه ان دي لعبة، فحول كلام الجندي اللي مش مفهوم لكلام يقدر يشرح بيه اللعبة لابنه. فبنشوف ملامح الطفل بتتغير وبيتأكد 100% انها لعبة. شوف ردة فعل الناس اصلا من الكلام اللي بيقوله. بس ده مش هدف بطلنا، هدفه بس انه يقنع ابنه ان هي لعبة ويحافظ على نفسيته. حرفيا تمثيل روبرتو بينيني في المشهد كان اسطوري. عرف ازاي يضحكك بملامح وشه وفي نفس الوقت الموقف مفهوش هزار. فمن رأيي المشهد ده من الاسباب الرئيسية اللي خلته يكسب الاوسكار. دلوقتي هنتكلم عن مشهد النهاية اللي في الفيلم، ويا الله على المشهد حرفيا مشهد كده مزيج من التوتر والحزن، ويعتبر من أكتر النهايات العظيمة اللي في الأفلام عموما. مش من رأيي أنا بس، لا، من رأي الأغلبية. فركز كده معايا علشان هنحلل المشهد ونفصصه كده حتة حتة. بيبدأ المشهد لما بيعرفوا إن القوات الأمريكية قريبة جدا جدا، والنازيين للأسف بدأوا يخلوا المعسكر ويقتلوا في الناس. وبطلنا عرف كده لما شاف كمية الجثث اللي كانوا بره، حرفيا حاجة مرعبة، كمية كبيرة جدا، وفهم كده إنه لازم يهرب. فأول حاجة فكر فيها بطلنا إنه لازم ياخد ابنه ويخبيه من الجنود. فلما بيتقدموا بطلنا بيقول لابنه إنها آخر مرحلة في اللعبة، ولازم يتخبى لحد ما الجنود كلها تمشي وانت اللي هتكسب في الآخر. طبعا بطلنا مش هيقول له إن هم هيقتلوه علشان نفسيته، ركز معايا. فبيقرر بطلنا إنه يخبيه في الصندوق فبطلنا لازم يمشي علشان يحرر مراته دور الأول وبعدين يهرب. وبيشوف مكانها كده، وبعدين بيرجع ياخد السترة من ابنه علشان يلبسها كأنها حجاب. وقال لابنه ساعتها بقى ايه؟ ان لو تأخرت عليك اوعى تتحرك الا لو الجو بقى هادي، ويبوسه. حرفيا المحادثة من احسن الحاجات اللي في الفيلم كله. ورينا كمية الحب والخوف اللي من الاب للابن. ويمشي بطلنا، فبيلبس بطلنا السترة كأنها حجاب. فبيروح بطلنا يبحث على دورة مراته، وهو بيكلمها الجندية بتقفشه. ويا الله على التوتر اللي في المشهد فبيجري بطلنا بسرعة ويحاول يهرب من النور علشان ما يتمسكش، ولكن للأسف بينكشف والجندي هيقتله. ولكن الجندي بيأمره انه يقتله بعيد عن هنا. وخلاص كده بطلنا رايح يموت، ولكن وهو معدي بيشوف الصندوق اللي جواه ابنه، فبيبصله كده ويغمزله، وابنه بيغمزله. حرفيا مش عاوز يبين لابنه اي توتر علشان ابنه ما يخافش، وهو للأسف رايح يموت. ولكن للأسف الشديد الجندي بياخد بطلنا ورا الجدار وبيقتله. وبكده نكون خلصنا تحليل الأحداث، واللي هديله 10 من 10 ونجمة فوقيها. علشان زي ما قلنا في أول الفيديو، الفيلم بيناقش دروس هتفيدك في حياتك، مش بتضيع عليك وقت بمقابل سعادة مزيفة مش هتخليك إنسان أحسن. واللي حرفيا الأفلام اللي بالنوعية بتتنسى بسرعة، مش هيكون فيها أثر كبير في قلبك، وبعد ما بتخلصها بتنسى الأحداث والقصة وكل حاجة وتكمل حياتك عادي. ولكن فيلمنا عكس كده تماما، بيعلمك دروس مهمة جدا جدا، زي أهمية الأمل في أصعب الظروف. زي ما شفنا غويدو زرع الأمل لابنه في أصعب وأسوأ الظروف حرفيا. والأمل هنا كان الجايزة الكبيرة اللي في نهاية اللعبة، وهي من الأسباب الرئيسية اللي حافظت على الابن. وكمان الفيلم بيعلمك المسؤولية، ازاي تبقى مسؤول. زي ما شفنا المسؤولية على بطلنا انه لازم يحمي ابنه ويحميه من اذى الجنود، وبالفعل نجح في كده زي ما شفنا في اخر الفيلم. وحاجات تانية كتير جدا جدا الفيلم بيحاول يفهمها لك، وده السبب الرئيسي لاختيار الفيلم فيا رب الفيديو يكون عجبكم، واوعى تنسى تصلي على النبي، وسلام.